في حد يبيع بطيخ الساعة 2 بالليل يا شعب ابن إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست التيتو والشريط. الموتوسيكل اللي عدى ابن ده بص عن ما يلا يا تلاقيه دليفري ده ابن وهيج مع الكلب ده في تريلا ماشي على العزة. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كل حاجة صعبة في مصر؟ هديكم مثال بسيط. انا قررت ان انا اعمل بودكاست، والبودكاست ده المفروض ان هو يعني برنامج اذاعي قبل ما يبقى ان هو يبقى مرئي، يعني ان انتوا تبقوا شايفين، ودي فكرة البودكاست. ولكن مع تطور التكنولوجيا والميديا والكلام ده بقى اللي بيتسمع بيتشاف واللي بيتشاف بيتسمع. فالمهم طبعا انت محتاج تجيب مايك، يعني في اول البودكاست انت محتاج تجيب مايك. ناهيكم عن اسعار المايكات وناهيكم عن الحاجات دي، السماعه بتاعه الموبايل اوريجينال بتاعه الايفون، المايك اللي فيها عالمي خرافي ما بيتكررش بشهاده الناس كلها. كان ممكن اسجل بيه بس لو انا ما كنتش عايش في مصر. ليه؟ لان كميه الاصوات المزعجه اللي بتمر علينا طول اليوم اللي بتصحينا من اعز نومه لازم لها مايك برقم وقدره عشان الصوت تسمعوه زي ما انا وانتوا شايفين وسامعين بعض كده. لان يعني نبتدي منين في الاصوات المزعجه؟ يعني سيبك من صوت ابوك وهو بيزعق في البيت، مالناش دعوه، دي حاله، ده الراجل ده بيته هو حر. الاصوات اللي جايه لك من بره، تخيل ان انت ممكن تبقى قاعد في بيتك وفي صوت بيقتحم عليك مكان عيشتك. انتوا متخيلين؟ انا مش عارف هي الناس ازاي معديه الموضوع ده. جيرانك مثلا، جارتك اللي بتمسك عيالها كل يوم الصبح بترقعهم علقه وهم رايحين المدرسه ولما يرجعوا من المدرسه معرفش ليه. دي اكيد مرت عليك في فتره من فترات حياتك. او جارتك اللي جوزها كل يوم بيصبحها بعلقه وبينيمها بعلقه. الاصوات اللي هي في المنور دي، صوت الحله في المنور، حد سمع صوت حلل غيره في المنور؟ الموضوع تطور وطلع بره المنور، دخلنا في الشارع. انا عايز من هنا اللي اخترع الديفل بتاع المكن الصيني، او اللي اخترع المكنه عامه، اهو اللي اخترع البتاع ابن ده. يعني الموتوسيكل في حد ذاته هو بيعمل صوت، بس يعني انا احب ابقى اسمع صوت ريس، صوت كوازاكي، حاجه كده تحسسني ان انا عايش في ايطاليا وفورمولا 1 شغال تحت في الشارع، فاهم؟ انما انت جايب مكنه ب 3 جنيه راكبها واحد ب 2 جنيه يجيب لها بقى ديفل ب 15 جنيه يجي لنا ابونا بيه. طب احنا ما وقفناش لحد المكنه اللي بيركب لها بتاع بيخلي صوتها عن والمشكله ان هو بياخد اللي عن دي في ساعه. يعني المفروض الحاجات اللي بتطلع صوت جامد دي الو طلع خلاص، انما انت سامع صوت دخان كتير من غير كفته يا صاحبي. ليه ما وقفوش لحد كده؟ قال لك لا، انا من حق زي ما الراجل بيمشي مشغل العربيه وانا اركب سماعتين من اللي هم بتوع حفلات الخبط، سماعتين البس فيهم اكتر حاجه ممكن تبقى انت قاعد في البيت ونايم، او قاعد مثلا بتتكلم في التليفون مع مديرك في الشغل، مع حد بتحبه دم. طب ليه خلصنا من المكن ونبتدي للباعة الجائلين؟ هو تقريبا سياستهم في البيع الصوت العالي، ايا كان هو بيبيع ايه لازم يعلي صوت. اللي هم بيبقوا في المترو او بيبقوا في الاتوبيسات، هو بيطلع هو في مونولوج لازم يقوله، سيبك من هو بيبيع ايه، هو لازم يقول مونولوج، لازم يزعجك بشكل ما. فانت تسيبه في المترو او تسيبه في القطر او تسيبه في الاتوبيس يجي لك لحد باب اوضتك، تلاقيه بيقول لك ايه السجاد ساكس وايه. بتوع السجاد دول مش ده كورال، لا ده مش واحد لوحده، ده فريق متكامل غنائي. واحد بيفرش السجاده بيقول ايه السجاد، وتلاقي يعني ايه ساكسونيا. حد يقول لي يعني ايه ساكسونيا؟ وانا ليه اسمع الساكسونيا وانا على فراش نومي؟ ليه بس بتوع السجاد دول من زمان كل حاجه يا جدعان. يعني الازعاج بقى متفصص، بقوا بيفصصوه، الازعاج بقى درجات. فاحنا بتاع السجاد والساكسونيا. في حد يبيع بطيخ الساعه 2 بالليل يا شعب حد يرد عليا بس. في حد يبيع بطيخ الساعه 2 بالليل؟ في حد يبيع بطيخ الساعه 2 بالليل؟ اقسم بالله العلي العظيم وهذا حصل. تعبان وما صدقت اغمض عيني، البطيخه ب 30 جنيه وعلى السكينه. انا فجاه يعني انا كنت غمضت عيني، يعني انا قلت يا ايه ده وانا مغمض عيني وبسمع البطيخه ب 20 جنيه وعلى السكينه، وانا لسه مغمض الساعه 2 بالليل. قلت لحقت تبقى 9 الصبح. هل يا ترى الشمس طلعت؟ وافتح عيني الاقيها فعلا لسه 2 بالليل. بس هاني بتاع البطيخ في بطيختين ما باعهمش، فاضطر ان هو يمشي في الشارع الساعه 2 بالليل يسرح بينا. انا ببقى نفسي يبقى معايا في جيبي ال 20 جنيه عشان انزل اخد منه البطيختين واروح. خلصنا بتوع السجاد، خلصنا بتوع البطيخ، ودي الناس القديمه في الشارع. الالفيه الجديده دخلت علينا بايه بقى؟ بشركه مكه للمنظفات، اقوى العطور واقوى الاسعار. كيلو اللب ب 60 جنيه، كيلو المحشي ايه يا اولاد ايه ده يا اولاد
انا نايم يا جدعان، يا جدعان انا نايم، يا جدعان انا نايم، انا نايم، انا نايم. ليه يعدي واحد شركه مكه للمنظفات؟ يعني انتوا سميتوها مكه عشان ما نغلطش؟ ها، واقوى العروض واحسن الاسعار، بنبيع مش عارف ايه بقد ايه، بنبيع قد ايه مش عارف قد ايه. وده مش شيء لايف بتوع السجاد، او اذا كان عمو هاني بتاع البطيخ فهو بيتكلم باستمرار. يعني بتاع السجاد اصلا بتلاقي فرش السجاد والعيال ففي فولكلور شعبي يعني بيتعبوا، فاهمين؟ يعني هو لما بيخلص شارع التاني التالت تلاقيه البطيخ 20 جنيه خلاص عايز يروح ينام. شركة مكة المنظفات على فلاش على فلاش اهو. ده الاي اي ده بقى الذكاء الاصطناعي، ده بقى تشغيل الدماغ، في ده استخدام التكنولوجيا بشكل خطير. حطوها لك على فلاش، تسد ودنك تروح يمين تروح شمال، شركه مكه للمنظفات. هل شركه مكه بس هي اللي في الشارع؟ اقول لك لا، اقول لك لا يا عزيزي، في مين تاني؟ ركزي معايا يا ست البيت، ركزي معايا اول ما تسمع ركزي معايا يا ست البيت دي، تمسك ورقه وقلم، تمسك ورقه وقلم وتكتب وراه. عارفه الراجل بتاع ركزي معايا يا ست البيت ده؟ اللي هو بنشتري زيت الطعام، بنشتري زيت بنشتري زيت بنشتري زيت كده. خلاص خلصنا من شركه مكه للمنظفات، جالنا بقى ايه؟ مش اللي بيبيعوا، اللي بيشتروا. فعشان اول ما بيشتري يقول لك ركزي معايا يا ست البيت، وانت مش هتبقى عارف تتعامل مع الازعاج ده ازاي. يعني هنقول مثلا بتوع السجاد، اوعى في حياتك تسمعهم بيقولوا السجاد ساكسونيا وتفتح البلكونه، اوعى. ده سو فاكين رونج، وليت مي تيل يو واي سو فاكين رونج. اول مره حصل لي الموضوع بتاع السجاد ده، فانا طالع من البلكونه، طالع بنيه اللي هو يا جدعان عايزين ننام، هم تحت بيقولوا ايه سجاد وساكسونيا. فانت لما تطلع تقول يا جدعان، هو بس انت مجرد ما تطلع دماغك كده من البلكونه تشتري يا باشا سجاده، تشتري يا استاذه سجاده، اوعى حتى لو انت كنت واقف صدفه وشاور عليك ان انت اثبت، لان انت لو عملت كده دي معناها انا هشتري سجاده، عملت له لا دي معناها انت برضه هتشتري سجاده. وفجاه هتلاقي الباب عندك بيخبط، والشارع بقى السجاده اللي مفروش في الشارع ده اللي مغطي شارع بحاله هتلاقيه عندك قدام الباب، وانت طبعا هتقول له والله انا كنت بقول لك يعني كنت انا عايز اقول لك وطي الصوت، يعني عمو انكل معلش سوري، انا كنت بقول لك كنت بشاور بقول لك يعني هولد اون يا جماعه وطي الصوت، بس انت فهمت غلط وطلعت. فيقول لك طيب ماشي راضيني يعني قله نوم وقله فلوس وقله ادب، راضيني. هو واقف لك على الباب هيقول لك راضيني. وفي اللحظه دي برضو انت طب يعني ايه اراضيك؟ انت طالع في الاسانسير ومحدش قال لك اطلع، طبعا انت الناس طالعه من تحت لسه مخلصين الحفله ومتفرهدين وسجاد ساكسونيا عروقهم طالعه، فهو لما يقول لك راضيني انت مش هتفكر ثانيه، خد يا باشا، لان هم ممكن يدوك واحده بقى السجاد ساكسونيا عن قرب يخلوا ودنك دي تجيب دم في ساعتها وانت واقف قدام الباب. كلاب الشوارع لا، مش كلاب الشوارع، الكلب اللي جارك مربيه. يا صاحبي احنا مش عايشين في كومباوند، يا صاحبي انتوا بيتكم اوضتين وصاله زي بقيه العماره، الكلب ده انت مقعده فين ومقعده ليه؟ يعني يرد عليا، فهمني. طيب يعني لو امك ما بتخلفش اخوات، تعالى يا عم انا وانت نبقى اصحاب بدل ما تجيب كلب ويقعد يقرفنا كل شويه. لو انت ساكن في الدور الاول او الدور الارضي والصوت المزعج وصوت الشارع اذيك لدرجه انك مش عارف تعمل ايه، انا هقول لك تعمل ايه. اعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات جديده من بودكاست التيتو والشريط. كان معكم محمد مراد، باي باي، سنعود بعد